السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير، يا رب تكونوا بخير. انا هو النهارده هعمل لكم النوتيلا، وطبعا كل الاطفال بتحبها وكل الاولاد بتحبها، بس هي سعرها غالي. فهنا هنعملوها بمكونات جميلة ومكونات موجودة عندنا. يلا بينا نبتدي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا عندنا كوباية لبن، وكوباية سكر بنفس معايير كوباية اللبن، وكيس نسكويك، وكيس كوفي ميكس بالبندق، وثلاث معالق لبن بودرة، ومعلقتين كاكاو، وكوباية زيت. وهنبتدي الأول، بدل ما نحط المكونات دي في الخلاط هنحط الأول الزيت في الخلاط وهنضربوه الأول، وبعد كده هنحط فوقيه المكونات. ودي طريقة أحسن من إن احنا نحط المكونات الأول. اهو هنبتدي ان احنا نضربه الزيت الاول لوحده زي ما انتوا شايفين كده معايا، لحد ما هيعمل يبقى لونه ابيض. هنبتدي ننزل عليه بالمكونات، بقية المكونات، ونضربه. شايفين لون الزيت اتغير ازاي وبقى لونه ابيض؟ هنبتدي بقى ان احنا هننزل عليه بقى ببقية المكونات بتاعتنا اللي موجودة عندنا. هنجيب اللبن بقى، اول حاجة ننزل على باللبن، وبعد كده هننزل بالسكر. هنحط كل المكونات اللي عندنا وبعد كده نضربه تاني. اهو هننزل بالسكر، وبعد كده هننزل بالنسكويك والكوفي والنسكافيه. اهو نجيب بقى النسكافيه، اهو نفتحه وننزل بيه، والنسكويك. هنفتحه بقى وهننزله بيه برضو. يلا دعمونا بقى واشتركوا في القناة ووصلونا ل1000 مشترك عشان نكبر بيكوا يا أحلى ناس في الدنيا دي كلها. وياريت تقولولنا ايه رأيكم في الفيديوهات اللي احنا بننزلوها، وايه رأيكم في القصص اللي احنا بننزلوها. هنحط بقى لبن البودرة، هنحط 3 معالق لبن بودرة، 3 معالق لبن بودرة. اي نوع بقى عندك، انا بجيبه سايب من فتح الله. انت عندك اي نوع، نيدو، اي نوع تحطيه 3 معالق، النوع اللي انت بتفضليه يعني. وهحط معلقتين كاكاو كبار برضو. بملى المعلقة جامد يعني، شبه ما انتوا شايفين كده انا بعملها ازاي. بس كده خلصنا المكونات كلها اللي معانا. هنبتدي بقى ان احنا نضرب كل المكونات، والضرب لازم نضرب كويس جدا عشان كل المكونات تختلط مع بعض. وانتي بتضربي هتلاحظي ان هو بيتقل حبة حبة. اهو ملاحظين ابتدى ان هو يتقل اهو. شايفين حتى تحسوا ان الخلاط ما بيجريش زي اول ما ضربنا. هيبتدي ان هو يتقل حبة حبة. اول ما نلاقوا المكونات كلها بقت كويسة اتضربت مع بعض حلو، والخليط تقل وبقى حلو كده، يبقى احنا عملنا نوتيلا جميلة وطعمها جميل وهتعجب أولادكم جامد جدا جدا. جربوها. وطبعا أيام المدارس بتبقي محتارة تعملي لهم ايه، فتغيير بقى، مرة نوتيلا، مرة لانشون اللي انتي عاملاه في البيت، مرة جبنة كريمي، كل مرة تغيري لهم كده. وكده خلاص خلصت واتضرب كويس جدا. هجيب بقى علبة، انا كنت جايبة فيها نوتيلا قبل كده. اهي هفضي فيها بقى اي علبة عندك تفضي فيها بقى الخليط. وكده خلاص بقى جاهز ان هو يتعمل سندوتشات، وعيالك هتفرح بيه جدا.
وحاجات نضيفة ومكونات موجودة عندك في البيت، وحاجات بجد بجد طعمه جميل جدا شبه اللي احنا بنشتروه من برا. جربيه وبجد هيعجبكم وهيعجب اولادك، وحاجة جميلة وحاجة نضيفة وحاجة مفيدة لأولادك ان هو فيه لبن وكده. بص عمل معايا كمية دي جميلة جدا جدا. وكده خلاص خلص. ايه رأيكم بقى؟ قولوا ايه رأيكم ودعموني بقى، وعايزة لايك وعايزة اشوف لايكاتكم يا احلى ناس في الدنيا دي كلها يا حبايب قلبي. واشتركوا في القناة ووصلونا ل1000 مشترك. باي باي.